مشاكل وفرقة وانفصام في العرى الوثيقة. الناس ما ماتتش علشان نفضل في نفس المكان الذي نحن فيه. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الدكتور مصطفى سيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الأستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، المخرج الصديق الأستاذ خالد يوسف، وطبعا زميلنا أحمد ماهر منسق العام لحركة 6 أبريل. بقيت ضيف مستمر عندنا احمد، والله اهلا بيك. العميل كنت لسه في الفي تي ار منذ قليل. كلنا 6 ابريل دلوقتي. خلوني ابدا بالسؤال اللي كنا بنطرحه قبل الفاصل مع عدد من الاساتذه. هل سيحاكم مبارك؟ وكنا بنتكلم عليه على هذه المائده في الفاصل. هل سيحاكم مبارك؟ واسمع رايك دكتور مصطفى، لان انا عارفه ان ليك راي في هذه القضيه. اعتقد انه سوف يحضر جلسه واحده، وكما شهدنا سوف تؤجل محاكمته. لا أعرف 3 شهور 6 شهور، ربما يكون من الصعب في هذه الظروف أن تؤجل المحاكمة كثيرا، ولكن سوف يعلن أنه سوف يتم تأجيل المحاكمة. وأعتقد أن هذا لا شك أنه أحد التكتيكات التي سوف يلجأ إليه محامي. ونحن نعرف أن محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك قريحته خصبة فيما يمكن أن تتفتق عنه. شاطر، محامي شاطر يعني. ومن ناحية أخرى فالأسباب التي أدت إلى تأجيل محاكمته حتى الآن ما زالت قائمة، ولكن هناك ضغوط الرأي العام التي تصر على أن يحاكم، ولذلك أتوقع أن يحاكم لجلسة واحدة وبعد ذلك تؤجل المحاكمة. ولا أعرف متى سوف تستأنف المحاكمة بعد تأجيلها الأول. أستاذ عصام، كان عندك 3 سيناريوهات. لا، أنا على يقين إنه هيتم محاكمته. وبعد يوم 8 أنا أعتقد إن المحاكمة أمر وارد. بعد يوم 8 اللي فات. 8 يوم الجمعة يعني. يوم الجمعة تاني. الارتباط كمان القرار اللي أخذته المحكمة النهارده بالتنحي وإحالة القضية، قضية العدلي مع 6 من القيادات، حصل ارتباط ما بينها وما بين قضية الرئيس، فهيتم الفصل في القضية. السيناريوهات المطروحة 3 سيناريوهات. السيناريو الأول إنه مبارك يتم إحضاره أمام الدائن في نفس المحكمة زي أي مواطن عادي ويتم محاكمته. السيناريو الثاني إنه الدائرة تتنقل لشرم الشيخ وتعتبر القاعة المستشفى اللي في الرئيس المخلوع انها قاعة محكمة، ويحضر النيابة ويحضر سيل المدني ويتم توجيه الاتهام اليه. ودي الجلسة اللي هو الدكتور بيشير اليها، الجلسة الإجرائية صحيحة، ثم بعد ذلك المحكمة تنظر للقضية في حضور محامية. السيناريو الثالث انه لا يحضر ولا المحكمة تروح ويتم محاكمته غيابيا. عندنا 3 سيناريوهات. وده ينفع؟ ممكن الثلاثه ينفعوا. الثالثه فيها مفترض انه الداخليه تعرف مكانه. يعني دايما الحكم الغيابي عليه يبقى يعني لكن دي الاطروحات، دي السيناريوهات الثلاثه اللي ممكن تتم. لكن فكره ان القضيه تتاجل وارد انها تتاجل طبعا. يعني القضيه كمان كل ما يزيد العدد اللي فيها اللي هتبقى الدفوع متضاربه بتاعت المحامين، وبعضهم هيطلب خبراء والمحكمة لازم تستجيب، لأنه القاضي الجنائي طالما ارتضينا من البداية إن احنا نحيله إلى القاضي المدني إلى القضاء العادي، يبقى ضمانات المحاكمة العادلة هتبقى مطلوبة. طالما ما عندناش محكمة خاصة، ما صدرش قانون بمحكمة زي محكمة الغدر، محكمة الثورة، هيحاكم طبيعي جدا زي أي مواطن وهياخد كل الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة. والقاضي الجنائي في مصر قاضي وجدان ولا يعني الرأي العام ماذا يقول في هذا الأمر، لأنه هو في النهاية بيتعامل على مستندات وأدلة قدامنا. طيب ارجع لقضيه مائده الحوار الاساسيه واسال خالد، بتقيم ال6 اشهر اللي فاتوا ازاي؟ وانت كنت من اول الناس اللي نزلوا يوم 25، كنا بنشوفك على الفضائيات العربيه حتى قبل ما تقدر تطلع على اي تلفزيون محلي. يعني قبل ما اقيم انا بس عايز اقول معنى ان السؤال مطروح هل سيحاكم او مش هيحاكم، ده معناه على طول ان هناك احساس ما بان المجلس العسكري لا يريد محاكمه مبارك. وده سؤال لابد ان هو يعني يلقى في حجر المجلس العسكري ويرد على هذا التساؤل بحسب متى الرأي العام تشكك في إمكانية محاكمة الرئيس
يبقى في عدم ثقه في محاكمه الرئيس او ان المجلس العسكري هيحاكم الرئيس. وده نقطه خطيره جدا. لو احنا بنؤسس للمستقبل اللي حضرتك بتتكلمي عليه ونبقى شاكين في ان هتحصل فيه دوله العداله وان في حد يتحاكم وفي حد ما يتحاكمش، تبقى مصيبه. يبقى هي القضيه انا بالنسبه لي مش محاكمه مبارك من حيث الشخص مبارك حتى ولا ما افسده، ولكن هو بتضرب في قلب العداله عندما تقول ان في شخص ممكن يحاكم وفي شخص ممكن ما يحاكمش. فدي قضيه لو ما حسمهاش المجلس العسكري بكل حسم وتبقى بياناته وممارساته كمان تنم عن ان هو هيحاكمه، انا رايي هيبقى فيه مزيد من الضبابيه، وده هيقودني بقى المشهد الحالي. تصوري في هيزي كده بلغه السينما، يعني في ضباب، يعني الكاميرا مهزوزه مش ان فوكس. يعني الضباب ده ناتج من حاله الارتباك التي يعيشها المجتمع المصري كله. المجلس العسكري من جانب انا بتصور انه يعيش ارتباك كبير، ويعني كل ممارساته تنم عن هذا الارتباك. يعني اليوم يعلن اللواء محسن الفنجاري ان في لجنه لصياغه المواد الحاكمه للدستور ولجنه لصياغتها، ونسمع بعدها اول ما الاخوان المسلمين قالوا لا مش عايزين هذه المواد ولا مش عايزين ما اعرفش ايه، نسمع ان في تردد من المجلس العسكري في تنفيذ هذا الكلام. ده كلام في تردد في موضوع القواعد الحاكمه. في تردد. تمام. كارثه. فكارثه كبيره. يعني احنا نضلنا الفتره دي كلها عشان المواد الحاكمه للدستور ديت، عشان نخرج من نفق الدستور اولا ولا الانتخابات اولا، ودلوقتي بيرجع المجلس العسكري يقول انا متردد، روحوا اتفقوا الاول، احنا انتوا مش متفقين، ويتحجج بفكره ان القوى الوطنيه ما اتفقتش. الارتباك انا بتصور انه اساسه ممارسات المجلس العسكري من جانب، واساسه بعض القوى السياسيه وعلى راسها التيار الديني، ويعني وده هذا رايي وحسب انا عليه، اللي فضلت مصلحه تيارها على مصلحه الوطن، اللي هي حطت يعني التيار الديني في ممارساته ايام 18 يوم. انا اشهد انه كان يقدم مصلحه الوطن على مصلحه تياره، واعلنت ده في الميدان، على المنصه في الميدان، عندما شعرت، ومش شعرت وبس، وتيقنت من هذا الاحساس. وانا راجل معارض لهذا التيار، ومع ذلك شهدت لهم هذه الشهاده. بعد 18 يوم وبعد ما لاح الانتصار، وجدت هذا التيار بيشوف ايه اللي في مصلحته. مش مهم مستقبل مصر شكله ايه، مش مهم البلد دي بقى فيها توافق وفيها سلام اجتماعي وفيها لا، المهم انا مصلحه تياري ايه. فالارتباك انا رايي، وبعض برضو عشان اكون مصيب يعني او موضوعي، في بعض القوى السياسيه اللي عندها ضيق افق برضو، يعني مش الاخوان او التيار الديني لوحده، لكن في ضيق افق من القوى السياسيه من جانب، وتبديل او تفضيل المصلحه الذاتيه للتيار عن مصلحه الوطن، ده من جانب. ومن جانب اخر ان في حاله ارتباك في المجلس العسكري، وانا بتصور ان حاله الارتباك دي ناتجه من فهم المجلس العسكري لهذه الثوره. المجلس العسكري حتى هذه اللحظه استطيع ان اقول بعد 6 شهور انه لا يدرك انها ثوره. الثوره هي علم التغيير، ان تغير كل الاشياء، ان تفتح عصرا جديدا. هو بيحكمنا بنفس قوانين مبارك، بنفس عقليه نظام مبارك، بيتناقش بيتكلم مع الناس بنفس الاسلوب وبنفس المنهج. يعني واخرها الاتهام اللي وجه 6 ابريل. انا المجلس العسكري يحكم البلد ويديرها، ولا هو شغال ايه؟ شغال يحكم ويدير. لما يجي يقول في بيان رسمي ان 6 ابريل بها عملاء بيتلقوا تمويل من الخارج، يبقى شيء مستغرب. انا مفروض لما يقول كده الاقيهم الاول في السجن بعد اذن حضرتك. بس هو ما قالش البيان، هو البيان الرسمي قال بينفذوا اجندات التمويل. ده كان في بيان ايوه، ما هو اللواء الرويني، ما هو اللي موجودين في المجلس العسكري. اما مسؤول حكم البلاد يقول ان خالد ده عميل او بيتلقى اموال لتنفيذ اهداف اخرى لبلاد اخرى، ده لازم اكون خالد ده راح السجن ومتقدم بمحاكمه وفي ادله. لكن فهي هنا فهم المجلس العسكري للحكايه في منتهى العجب اللي في الدنيا. انا ما كملتش، لكن عشان انا طولت، فاحمد يتكلم وبعدين ماهر. احمد